ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشوني قوي من الفيديو اللي فات. طبعا. نبدأ الفيديو كده ونصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت عايزه اقول لكم ايه؟ بصوا، الفيديو اللي فات نزل لكم من غير صوت، مش عارفه ليه، انا مع اني مسجله عليه ومنزله بصوت، بس مش عارفه ايه اللي حصل. بس هو طبعا مش فيه كلام كتير وكده وانا اعتمدت ان انا يعني خلاص نزل، خلاص مش ان انا حبيت ان انا امسحه وانزله تاني بقى وكده. هو نزل لكم وخلاص لانه بقاله كام يوم اصلا بيحمل. فدوت كان فيديو معايا، قلت انزله لكم بقى قبل رمضان ما يخلص. كل سنه وانتم طيبين كده. وقلنا بقى ايه، نقشر فصين توم كده عشان نعمل تتبيله للكبده، ان هو اكل يعني ايه. تعتمدوه يعني يوم زي كده، يوم خفيف كده بعد ترويق الشقة وبتاع وتخلصوا وتعتمدوه يعني. حطينا هنا بقى مع التوم فصين توم، حبة كمون وحبة كزبرة وحبة ملح، وخلاص على كده. ندقهم كده مع قرن فلفل وخلاص. يبقى كده خلاص الدقة ديت بتاعت نعمل بها الطحينة ونعمل بها تتبيلة للكبدة. هنا هي الكبدة. طبعا الكبدة انا مش بغسلها بمية، بغسلها بخل. تشطفيها كده بخل، بتنزل كل المية اللي فيها، يعني كل الدم اللي فيها. رحت كده اشطف ايديا وجبت ازازة الخل اهو، هغسلها كده بخل. الخل ده مش بيبقى اللي هو الغطا بتاعه ازرق ده، مش بيبقى يعني شديد قوي كده اهو. هندق التوم مع قرن فلفل كده، مع الكمون مع الكزبرة مع حبة ملح، ولو حابة ان هو يكون حر عايزة تحط حبة شطة حطي. او كده اهو قرن فلفل، عشان هناخد منها بقى للكبدة، وناخد منها فصين كده نعمل سجق وناخد منها للطحينة، فتقضي الكل بدل ما كل شوية نعمل يعني. بص نزلي الدم اهو قد ايه. سيبها بقى تصفى براحتها لحد ما تخلص خالص. كده اهو تبلنا كده الكبدة. هنركنها بقى على جنب، لما يجي وقتها نعملها تكون هي شربت من التتبيلة شوية. هنا بقى نعمل الطحينة كمان. نحط معاها حبة خل كده عشان ما تغمقش منها، عشان يبقى لونها ابيض كده وفاتحة. نحط بقى مية، ونحط بمية يعني حبة صغيرين بحبة صغيرين، عشان خاطر ايه، مش تخف مننا مرة واحدة وما نعرفش نعالجها يعني. كده الحاجات اللي بنجهزها نركنها على جنب كده ونخلص اللي وراها. نقشر بقى البطاطس كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده قشرنا بقى البطاطس. قلنا بقى نولع البوتاجاز بقى مرة واحدة كده، نقف على البوتاجاز، نقف بقى خلاص هنخلص كله مع بعضه، نجهز مرة واحدة ويعني نعمل التجهيزات ان احنا نقشر حاجة نعمل حاجة مرة واحدة. بعد كده لما نقف على البوتاجاز نقف مرة واحدة، هنخلص الاكل على طول، مش هياخد مننا وقت، بدل ما احنا مرتبين الحاجة وكده
مش هياخد منا وقت، مش هنجري نقلي نقشر بطاطسايه، مش هنجري نقشر بصلايه، مش عارفه ايه، لا نكون مجهزين حاجتنا كده اول باول. كده جبت الصينيه دي حطيت فيها معلقتين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، معلقتين زيت، ونزلنا عليها ببصل. نسيب البصلايه كده تدبل وننزل عليها بالسجق بقى. هنا بقى برضو بنقطع البطاطس كده عشان نقليها في الطاسه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. يا ترى بقى هيبقى العيد بكره الحد ولا الاتنين؟ انا كده خلصت الشقه طبعا، فرشتها وخلصت على قد ان ايه، ننزل بقى دلوقتي نروح التراب بقى لبابا الله يرحمه. كلكم ادعوا له بالرحمه في الكومنتات. الله يرحمه، ربنا يجعل دعوينا يا رب في ميزان حسناته. وكمان ادعوا لرضوى بنت خالتي، هي مش بنت خالتي، هي اختي، الله يرحمها يا رب. هي دي بجد اللي وجع قلوبنا، لان دوت اول عيد ليها وهي مش معانا، فالله يرحمها ويصبر قلبنا على فراقها، ويصبرنا على فراق الناس الغالية اللي راحت مننا بجد يعني. ربنا يصبرنا على فراقهم. ادعي لهم كتير، ربنا يرحمهم في اليوم المفترج ده. ربنا يرحمهم يا رب، ويجعل دعوينا في ميزان حسناتهم يا رب. هنا بقى نزلت اللهم صل على النبي السجق، وبعد كده نزلت بقرن فلفل ومعلقة من اللي هي التوم معلش بقى التليفون فصل. طبعا اهو قدامكم حطيت كمان معلقة توم على السجق، ونحط معلقة صلصة وبس كده. نسيبها بقى، نحط البهارات كمون وكزبرة وحبة فلفل اسود وملح، بس بهارات خفيفة لانكم عارفين السجق يعني ايه بيبقى متبهر. والبطاطس على العين التانية، ونشغل العين كمان، نحط بقى السجق على العين اللي ورا دي، ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى اللي كنا هنعمل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت هعمل الكبده ديت بفلفل وكده، بس لا نغير عن السجق يعني، قلنا نقليها كده في فيجيتار بمكان الرد زي البانيه، بنحط عليها بيضتين كده وبنقليها زي البانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده بقى نضغط على الكبده جامد علشان خاطر الكفر بتاعها ما يسيبش يعني، وكده زيه زي البانيه بالظبط. خلص بقى الكميه كلها، طلعنا البطاطس اهي. كنت بحط اللي انا عملته ده كنت بحطه في الطاسه. الفيديو ده معايا بقاله كام يوم يعني، بس ما كنتش نزلته، قلت انزله لكم بقى مع الفيديو اللي هو ترويق البيت وكده يعني. مش جايبه لكم ترويق البيت جامد، هو انا جايبه لكم ايه، الجوله الاخيره يعني. وخلاص على كده. يعني راسي مصدعه قوي يا جماعه، مش عارفه ايه ده. اصلا انا بسجل لكم الفيديو وانا صايمه، اول مره اسجله لكم وانا صايمه، حاسه ان انا مش مظبوطه. فين كوبايه القهوه دلوقتي اللي تصحصح الدماغ ده؟ بجد احنا من غير قهوه ما نسوش اي حاجه. لا، والجيوب الانفيه عامله معانا الغلط اليومين دول. هنا بقى نعمل طبق السلطه كمان
عشان نخلص كل حاجة مع بعض مرة واحدة. كده بقى نكون نلم الدنيا حوالينا كده. كده خلصت كمان طبق السلطة اهو بعمل فيه. نحط بقى خيار وفلفل وجزر وبصلايه وطماطميتين كده وليمونه، نحط حبة كمون وحبة ملح وخلص على كده. ساعات بحب الاول اقطع البصلايه الاول واحط عليها حبة كمون وكزبره وخل والليمونه و... واعملها زي كمرة كده، وارجع احط بقى عليها السلطه من فوق، اقطع عليها باقي الحاجه من فوق. بصراحه بتبقى مسكره وبتديها طعم. بس لما بكون بقى مستعجله بخلص بنجز وقت بسرعه، واصلا مش كل الوقت بنحط على السلطه بصل بصراحه. كده اهو البطاطس والسلطه والكبده اهي، مش قليتها كلها اللي كنت متبلاها، مش قليتها كلها، قلت على قد الاكل. وتاني يوم بقى ايه، شوحتها كده جنب بواقي الاكل، وعملنا مكرونه تاني يوم جنبها كده وخلاص. وقلنا بطاطس مثلا كده يعني. كده اهو الطحينه كمان. وهنا هنحط بقى السجق. انت فين يا عم السجق؟ انت فين؟ هنا اهو السجق كمان. خلاص على كده حطوا بقى لايكات كتير بقى. هنا بقى طبعا الفيديو بقى النهارده دوت كده اوضه الاطفال اهو فرشتها، وما فرشتش بقى، مرضتش افرش سجاد، فرشت كده الحفاظات، الحفظه الرصاصي دي كده في النص، بما ان يعني الاوضه فيها رصاصي في كشمير، حطيت اللي هي اللي في النص ديت الرصاصي، وحطيت الكشمير قدام الدولاب كده اهو ومسحنا بقى المكنسه وروقنا على الدنيا خالص يعني. ولمعنا بقى الدولاب والازاز بتاع الدولاب وكله، ولمعنا الفريزر، طلعنا المبردة برا، وهنا بقى الحافظة الكشمير، وحطينا الترابيزة دي هنا كده، وخلاص كده الأوضة بقت زي الفل. خلاص كده الأوضة بقت مية مية. دلوقتي بقى حطيت عليها كمان شلت اللحفة كمان غسلتها، وهنلمها بقى نحطها نعينها. خلاص كده الجو بقى حر اصلا، بنفتح من المروحة، فطلعت الكوفرتات ديت وحطيتها كده على السرير، وخلاص على كده. وبقت كده خلاص الأوضة مية مية بقى وخلاص. دلوقتي بقى دخلنا على اوضه الركنه كمان، عملناها وظبطناها ولبسنا الكفرات بتاعه المساند، كنا شايلينها سوا وكده، ومسحناها مسحه حلوه، وخليت الوش دوت على اللي هو الساده، عشان خاطر انا فرشت الحافظه اللي هي المشجره يعني، فما يبقاش ايه كله مشجر مع بعض وكده اهي الحافظه. ولمعنا بقى التلاجة من بره، وفرشناها من جوه المفارش الصغيره بتاعه التلاجة دي، وخلاص على كده. وسيبنا بقى ايه هنا الكراسي عشان مش لاقي مكان، والمراوح برضو لسه مش شغلناها يعني قوي، و... وسيبنا بقى الدنيا كلها كده، وبقت الدنيا زي الفل. دخلنا بقى على اوضه النوم، لمينا الستاير كده بالمنظر دوت، فرشنا السرير، فرشنا السرير الطقم الجديد دوت. وطبعا الطقم اللي على الاطفال برضو جديد، كنا مطلعينه من تحت السرير سوا، وحطينا الكوفرتة دي كمان، ولمعنا الكومودينات والتسريحة، وفرشت بس الحوضة دي كده قدام الكومودينو، لان الاوضة دي احنا اصلا ما بندخلهاش غير على قد ان احنا نلبس كده بس.
وخلاص على كده برضو الأوضة بقت زي الفل. وفرشنا الحافظة دي كده قدام التسريحة، ولمعنا الدواليب بقى وايه، وخلينا يعني ايه استقبال على سنجة 10. خلاص كده الدنيا بقت زي الفل اهي، والأوضة بقت زي الفل. طبعا الحاجات اللي جنب الدولاب دي خدناها بقى ايه نفرش بقية الشقة بيها يعني. وكمان جنب الدولاب دوت اللحاف بتاع اوضه النوم برضو غسلناه وعناه كده. وادي هي المطبخ اشترينا للغساله كفر جديد. وكنا غاسلين العلبه بتاعه المسحوق وملمعين الدنيا كلها. هو الشفاط بقى لسه هيتركب اهو، كنت شايله عشان اغسله، هيتركب وخلاص على كده. والمطبخ بقى زي الفل هو كمان. ودي مواعين كنا غاسلينها مطرح الفطار والسحور امبارح. وخلاص على كده ولمعنا المطبخ من بره وخلينا زي الفل. فرشنا بقى المشاية دي كده. وغسلنا البوتاجاز كده ورصينا الحوامل بتاعته خلينا زي الفل. وكمان الباسكت بتاع الغسيل اهو غسلناه وروقنا عليه هو كمان. كله استحمى في العيد كله، حتى الحاجات اللي على المطبخ دي برضو غسلتها وكده وخلتها زي الفل. وفرشنا بقى المشاية دي كمان. وهنا ده قدام الباب غسلنا مسحنا السلم بقى وخلينا زي الفل. عزكم الله الكمامة دي هناخدها واحنا نازلين. وخلاص كده بقى. اكيد مش مسحت السلم لحد تحت، هي القلبة بتاعتنا دي كده بس لحد الشقة اللي تحت. وهنا بقى لمعنا المبردة وشغلناها و... ولمعت النيش والبار. وفرشنا الحافظة الجديدة دي بقى في الصالة بالمشاية الجديدة دي. ومحطتش حاجة على الترابيزة بقى عشان دلوقتي ايه هنرص الكعك والشوكولاتة والحاجات، فمش هيبقى لها للفظة ومكان. هي اصلا مكسورة، الست كان كسرها فلسه ما جبتش غيرها، فقلت اصلا ايه هي كده كده ما بيبقاش لها مكان يعني. وهنا بقى حطيتها الحافظة بتاعت الصالة. والمشاية هي بتاعت الطرقة دي جديدة برضو. واللي هناك دي كانت عندنا من قبل كده السنة اللي فاتت، قلنا نفرشها لجوه كده ونخلي الدنيا كده ايه بقت زي الفل. يلا بقى كل سنة وانتم طيبين. واللي ما فرشتش هتفرش بعد الفطار واللي ما جابتش حاجة جديدة السنة دي تجيب السنة الجاية. باي.